حاجات لازم تعملهم عشان تبقى مدير ناجح. معاكم محمد عاطف، ودي سلسله سنه اولى مدير. في البدايه ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين وغزه، ربنا ينصرهم ويفرج عنهم ويتقبل شهدائهم، اللهم امين. تتخيل معايا عمليه الاداره الناجحه بتتكون من 4 اركان اساسيه. اول ركن فيهم هي عمليه التخطيط، واللي هي باختصار انت او المؤسسه او فريق العمل فين دلوقتي وعايزين تروحوا فين وهتروحوا هناك ازاي. ثاني ركن فيهم هي عمليه التنظيم او الاورجنايز، واللي هي باختصار انت عشان تحقق الاهداف اللي انت حاططها في الخطه محتاج مجموعه من الموارد. الموارد دي زي ايه؟ زي موارد بشريه او موارد ماليه، او انت مثلا في شركه او مؤسسه محتاج ايكويبمنتس او رو ماتيريالز. لازم تنظم الموارد دي على الخطه بتاعتك عشان تحقق الاهداف اللي انت حاططها. ثالث ركن فيهم هي عمليه القياده، واللي هي ايه باختصار؟ ايه مجموعه الادوات والمهارات اللي لازم تمتلكها عشان تقود فريق العمل او المؤسسه او الشركه ناحيه الفيجن اللي عايزين توصلوا له. رابع ركن فيهم هي عمليه الكنترولنج، واللي هي باختصار عمليه التقييم والتقييم. التقييم يعني لازم تشوف دايما انت واقف فين دلوقتي وحققت ايه من الخطه بتاعتك، واللي اتحقق ازاي تكبره وتكمل عليه، واللي ما اتحققش ليه، وازاي تاخد كوركتيف اكشن سريع. هنتكلم اكتر عن الاربع اركان دول بالتفصيل في الفيديوهات الجايه.